نفسك يا يحيى بلاش، يا يحيى ما تغامرش اكتر من كده. هو انا دايما شخصيات كنت كتير. زمان على فكره لما بيجي لي عمل وابقى مش واثق فيه قوي بس حابه وحاسس انه كويس، فكنت دايما بكتب كلمه كده على على غلاف المسلسل مثلا او الفيلم: There is always a risk for every great decision, طبعا but the risk of doing nothing is always much greater. يعني دايما في مغامره، مخاطره في اي حاجه انت بتقدم عليها، لكن عدم عمايل الحاجه هي دي اكبر مخاطره فيها. الله. ما سألتكش انطباعك وانت قاعد في الكالوس، وانت متعود على الكالوس وانت بتشوف المشوار في فيلم بصوت الفنانة العظيمة سهير المرشدي، وشفت ازاي بدأوا من الذهب لحد ما دخلوا للمشوار، وانت بتتفرج في حاجات كنت ناسيها؟ اكيد حاجات كتير. انا ما بحبش ابدا اتفرج على اعمال خالص والله. مفيش فكرة انه لا ولا حتى ولا ومسلسل شغال ونقعد نتفرج. لا ولا حتى في البلاتو لما بعمل المشهد ما بحبش اتفرج عليه. خلاص طلع خلاص تخلص. مين عينك؟ يعني مين عين يحيى الفخراني؟ المخرج اللي موجود. لا مين عينك في المشوار؟ نفسك ولا دكتورة لميس؟ هو اكثر حد ولا في اصدقاء؟ بثق في رايه هي لميس طبعا، لانه هي صادقه جدا معايا. بس كمان دكتورة لميس مش سهله، يعني ما بتقولش رأي كده لله، يعني عندها رأي بس سديد. لازم بقول لها الاول. طيب خلينا نرجع. يعني اولا انت شايف كم الحب. عايزه اقول لك النهارده ان دار الاوبرا كانت مقفوله من بره لما الناس عرفت ان الدعوه عامه واسمك موجود، وفي اسماء كتير ما قدرتش تدخل. ده حب. مش عارف مين اللي عمل حكايه الدعوه عامه دي، لان في ناس كتير الحقيقه للاسف ما دخلوش يعني. طبعا بس يعني بس حضورهم واصل، موجود الحمد لله طبعا. انت كده قلت انا بيتعرض عليك اعمال بتبقى حاجه ضيقه جدا بينك وبين المخرج في تحديد اللي هيقف قدامك، خصوصا بعد ما عدينا مراحل كتير بعد الحلميه ودخلنا المسلسلات كتير. هل كنت تقول لا مش هقدر احبها، لا مش هقدر اتفاعل معاها، لا وحد قال لك طب جرب؟ يعني هل حصل تفاعل؟ لا ما حصلش. كنت دايما بتوافق؟ دايما بوافق ما دام هو اختياره صح وما هوش لغرض ما، يعني ما يجيبش واحده بيحبها ولا مراته ولا، لكن لو مراته او بيحبها او ايا من كانت وهي صح ان كاست اهلا وسهلا، والمهم تبقى ان كاست يعني.